السلام عليكم حبايب قلبي. اليوم اشتهيت قلية الموصلية، وهي من الأكلات الشعبية يسووها بالأعياد. إن شاء الله راح أسوي لكم إياها على طريقتها الأصلية. نضيف بعد شوية وهو الدبس الرمان، لأنه هي يخلوا لها الدبس مال التمر، الدبس الاعتيادي الدبس. هسه احنا راح نخلي لها شويه منه ونزيد الدبس الرمان حتى تصير حامض حلو. مكونات: لحم، بصل على هالحطه هاي، وهذا الناعم مالته نريدها. الليه كثروا الليه لانه احنا راح نحمسها بدهنه. ملح، فلفل حار، كركم، وهاي ملح، كاري، كركم، فلفل حار. هذا اللي نحتاجهن البهارات، بس هاي كل شيء بعد لا تخلونها. نخلي بداية زيت رشة، ننزل خليه ينزل الدهن ماله وارجع لكم. ننزل اللحم بس تقولوا لي اللحم ما قلت لنا شنو، غنم او هوش او بقر يعني قصدي. هذا لحم انتم حابين تسوونه بالبقر او بالهوش يعني، او بالغنم. بالغنم طبعا هو راح يستوي ويخبل يعني ما يراد له هوايه، فانتم شو تحبون اللي موجود عندكم تستعملونه، بقري اما غنم. اهم شيء الاستواء ماله. هسه نزل البصل مثل ما قلت لكم. البصل خلوه بهاي الحطه هاي، يعطي طعم كلش طيبه للقليه الموصليه. القليه الموصليه من الاكلات الموصليه القديمه، يصحوا لها القليه. ندب من بصله، ننزل الفلفل الحار تقريبا خاشوقه بخاشوقه مال شاي، وهذا الكركم. الملح نخليه اخر شيء من يفوق. احنا عندنا لون بس احنا نريد نطعم التشريبه مالته يعني السوق. شلون صار؟ اللي حاب يخليه بالجدر الضغط عادي، هم ماكو اشكال، هم يرهم.
نكثر له المي لحد ما يستوي. يعني راح اشيل من عنده الزفرة، نقشه من عنده بعد همينه، حتى ينضف، حتى ما تلقي زفرة. انا زيت المي حتى شنو اطبقه واعوفه بهاي الطريقه. اخليه يفور واشيل الزفره من عنده، راح يطلع من عنده من اول فوره لثاني فوره، هم اشيل من عنده وارجع لكم. مثل ما قلت لكم تشيلون هاي الزفره هاي. كل ما يفور شويه تشيلوه من عنده. يعني شو اقول لكم، الريحه تخبر. خليه بعد يفور وارجع لكم. هسه قريب الاستواء، كم يستوي. واو شلون هذا. خلي له الملح وعوفه ساعة، حتى فد مرة النومي اشيله من عنده حتى لا تمرر، اطلعها على صفحة بعد النوم من عنده، لانه يعني نزل المي ماله، الطعم ماله نزلناه، البصل باعه شلونه. هسه راح نخلي الدبس. اللي خاشوق على هاي الكمية اللي خليتها كيلو لحم، أكثر من كيلو لحم. انتم كل ما تكبروها بكيفكم بعد، من فخذ مال الغنم أو فخذ مال العجل. واو بهاي الطريقة. هسه راح أخلي كم خاشوقة تقريبا دبس الرمان، خل 5 خواشيق، ماكو اشكال، طعم كلش حلو يسوي. وعلى اللون تغير هسه. احنا اللون هذا اللي نريده، احنا هذا اللون. واو. الملح حسب الرغبة، الذوق وتخليه. تقريبا راح اخليه اني ساعة على نار، واقدمه بماعون التقديم. انتم تحبون وياه تمن تخلون تمن، تحبون تخلوها مثل التشريبه تاكلوها ماكو اشكال. بعد ما كملنا القلية الموصلية بالتمن، إذا حابين تاكلوها هيجي ماكو اشكال،
حابين تاكلوها بالتمن تخلون تمن. باعوا شلون هاي القلية الموصلية. باعوا شلون تنمرد. والف عافية. اي سؤال اي استفسار اني حاضر، راسلوني واجاوبكم. اي اكلة عاجبتكم اسوي لكم اياها، ومع السلامة.